مغلق هذا الشارع حتى صافرة النهاية. لأكثر من 4 ساعات تسمر المئات من عشاق المستديرة أمام هذه الشاشة وسط الناصرية. لم يسعهم ما توفر من كراس، فافترشوا الأرض رغم انخفاض درجات الحرارة. وينشدون لا تشجيعا للمنتخب الوطني فحسب، بل فرحا بالبصرة وعرسها الكروي الكبير. فرح غامر ساد المكان مع انطلاق فعاليات افتتاح خليج 25. من لم يسعفه الحظ للحضور في جذع نخلة البصرة فقد حرص على حضور آخر في هذا المكان، وهو يعكس لهفة الجماهير العراقية التواقة للمحافل الرياضية. يعتبر إنجاز أنه تحتفل العراق بخليج 25، وأرسل رسالة إلى كل العالم أن العراق بلد أمن وأمان وبلد محب وشغوف إلى كرة القدم. وهي الجماهير اللي يشوفونها جماهير أبناء محافظة ذي قار، أيضا ننقل صورة إيجابية وجميلة عن محافظة ذي قار. إشادات واسعة بنجاح افتتاح البطولة المتوقع أن يعيد العراق بلادا ومنتخبا إلى العهود السابقة في كرة القدم أداء فنيا، وفي الاستضافات إدارة وتنظيما. الافتتاح كان يليق بحضارة العراق وشعب العراق، وهذا الاسم الكبير اللي كان صراحة سنين اللي مضت يعني جراحات والدة من كل الجوانب. اليوم الافتتاح كان يليق به إن شاء الله بلسم للجراح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمن والأمان والازدهار بهذا الافتتاح، وفاتح لما كله خير. وكانت بلدية الناصرية نشرت عددا من الشاشات العملاقة في أماكن مهمة من المدينة تؤمن أجواء حماسية لجمهور الناصرية الرياضي لمتابعة منافسات خليجي البصرة. من الناصرية أحمد السعيد، UTV.